يا صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. لو عندكم كده شوية دقيق وأي بواقي في التلاجة يلا بينا بسرعة مع بعض عشان هنعمل فطيرتين شرقي ببواقي التلاجة وبحجم كبير، كمان أحلى من أي فطاطري بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكالعادة بمنتهى السهولة. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نجيب الدقيق ونجيب كل اللي في التلاجة عشان هنعمل شوية فطير شرقي ما حصلش. يلا نسمي بسم الله ونبدأ كده مع بعض. أول حاجة عندي في طبق جبت 3 كوبايات من دقيق المخبوزات طبعا أو دقيق المعجنات عشان بيكون قوي، وهو ده اللي هينفع معانا في الوصفة بتاعتنا. على 3 كوبايات الدقيق نزلت برشة من الملح وهقلبهم كده مع بعض، مش هنضيف أي حاجة تاني عليهم. بزود بعد كده شوية مية من الحنفية بالتدريج لحد ما تتكون معايا عجينة. لا بنضيف لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا سكر ولا أي حاجة تانية، يدوب شوية دقيق ورشة ملح والمية وبس. اول ما تتكون كده معايا عجينه وتلم من جوانب الطبق، ما تكونش فيه اي اثر للدقيق تاني، باخدها على الرخامه وبننزل نعجن فيها شويه حلوين كده بايدينا لحد ما العجينه تبدا تمط معايا، وكمان سطحها بيكون ناعم، ما تكونش كده مقطعه ولا مشققه. بعد كده بالسكينه بقسمها لجزئين لان احنا هنعمل فطرتين مع بعض بالحجم اللي شفتوه في اول الفيديو. بمسكها كده بلم الاطراف بتاعتها كويس جدا، وبعد كده بنجيب طبق بحط فيه شوية من الزيت في الأرضية، وعليهم هاخد كورة كورة من العجين بلمها بس كويس الأطراف بتاعتها وبحطها في الطبق على الزيت، وكمان بغطيها كويس جدا بالزيت عشان هنسيبها ترتاح. الزيت هيساعدني بعد كده في الفرد، وكمان هيخلي العجينة ترتاح براحتها. غرقتهم كده بالزيت على الوش، هنحط كيس تلاجة او غطوهم بفوطة عشان بس الوش بتاعهم ما ينشفش وما يشققوش، وسيبوهم على جنب نص ساعة. كل ما هترتاح معاكم كل ما هتساعدكم في الفرد، ولا هتقطع ولا هيحصل لها اي حاجة. هنسيب الفطير بتاعنا او العجينة بتاعة الفطير كده ترتاح على جنب لحد كده ما نجهز باقي المقادير بتاعة الحشو. عجينتنا خلاص ارتاحت، تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي هنستخدمها النهاردة في الحشوة مع بعض. عندي هنا شوية من الجبنة الموتزاريلا، جبنة رومي متقطعة صغير، زيتون، شوية فلفل اخضر، صدور فراخ متقطعة صغير، شوية لانشون، كمان شوية طماطم متقطعة مكعبات ومتشال منهم البذر. دي كل المقادير، تقدروا طبعا تزودوا وتضيفوا او تقللوا اي حاجة، واحنا شغالين هقول لكم ايه الحاجات اللي تقدروا كمان تستخدموها في الحشوة هتديكم طعم جدا حلو جدا كمان في الفطير. على الرخامة الأول نزلت بشوية من الزيت، وهاخد أول فطيرة منهم أو أول عجينة زي ما عملنا في فيديو الفطير المشلتت، هتسيب لكم اللينك بتاعه تقدروا كمان ترجعوا له. بنفس طريقة الفرد بمنتهى البساطة والسهولة. بنفرد الأول بفردة العجين، وبعد كده بإيدي ببدأ بشد الأطراف زي ما انتوا شايفين. عايزينها كده تبقى رقيقة وشفافة، أشوف إيدي من الناحية التانية أو أشوف السطح اللي أنا بفرد عليه من الناحية التانية عشان تكون معايا العجينة كده مورقة ومقرمشة بعد السوا، ما تكونش معجنة. فردناها بالشكل ده، بعد كده بلم الطرفين دول على بعض، أي طرفين. أنا بعمل الحركة دي عشان تكون زي قاعدة تتحمل الحشو اللي احنا هنضيفه وما تتقطعش منكم بعد كده. وابدأوا بعد كده تضيفوا الإضافات بتاعتكم. هنحط في الأرضية طبعا شوية من الجبنة الموتزاريلا، شوية فلفل أخضر، كمان شوية من الزيتون، الزيتون الأسود المخلي، ممكن تضيفوا زيتون أخضر كمان، وشوية جبنة رومي، شوية طماطم، وكمان عندي هنا أنا هضيف صدور فراخ متقطع شوحتها يدوب في شوية زيت مع ملح وفلفل. عندكم طبعا أي مثلا بواقي فراخ مسلوقة تقدروا تستخدموها في الوصفة دي. وبعد كده كمان هنضيف رشة من الجبنة الموتزاريلا كمان، وبنفس الطريقة بنضيف كل الحشوة اللي احنا عايزينها. وبعد كده ببدأ بجمع الأطراف على بعض، باخد أول طرف وبجمع للطرف التاني، وبقفل الجوانب كويس جدا عشان الحشوة بتاعتي ما تخرجش منها. بلمهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وبضغط عليها، وبعد كده بجيب صينية فيها مسحة زيت خفيفة جدا وبحط الفطيرة بقلبها على ناحية اللي احنا قفلناها وبنسيبها على جنب. نعمل تاني فطيرة كده مع بعض برضو بنفس الطريقة زي ما قلت لكم. أهم خطوة عندي في الموضوع كله في الفطير الشرقي أو الفطير المشلتت هي خطوة إن أنا أريح العجينة.
كل ما عجينتي ارتاحت كل ما هتبقى معاكم زي الاستيك، لا هتقطع ولا يحصل لها حاجة، وتتفرد معاكم بمنتهى السهولة. صدقوني الخطوة دي سهلة وبسيطة، مش هتحسوا ان الفطير الشرقي صعب تاني بعد النهاردة، بالعكس كل شوية هتعملوه من سهولته كمان وبساطته. وكمان الوصفة دي احنا بنلم فيها كل بواقي التلاجة. كررنا هنا نفس الخطوة برضو، جمعت الطرفين على بعض، وهبدأ برضو أكرر نفس الخطوات في الحشو. نبدأ كده نحط الإضافات بتاعتنا من تاني. طبعا تقدروا تزودوا فلفل ألوان، تزودوا أي شوية جبنة في التلاجة محدش أكلهم، عندكم صباعين سجق مثلا متشوحين ومقطعين نضيفوهم، شوية لحمة مفرومة، أي حاجة تقدروا تضيفوها في الفطيرة دي. أنا هنا عملت واحدة بالفراخ والتانية عملتها باللانشون عادي جدا. الإضافات اللي انتوا حابينها تقدروا تزودوها. واستخدمنا يا دوب ربع كيلو من الجبنة الموتزاريلا، عمل لنا فطيرتين بالحجم ده، حجمهم حلو، هتجيبوهم من بره بسعر غالي جدا، وكمان مش بنفس الجودة ولا بنفس الطعم في البيت. هنكرر نفس الخطوة، هقفل برضو الأطراف كده على بعض، وبنقفل الجوانب كويس جدا زي ما عملنا في أول فطيرة. بنحطها برضو في صينية، وبجيب الفطيرتين بتوعي كده خلاص انا بسبتهم يريحوا بس على جنب 10 دقايق، وببدأ بايدي بفردهم بس شوية كده، ببططهم علشان ندخلهم الفرن. عندي يكون فرن سخن جدا، الفطير يدخل فرن سخن عشان يطلع مورق وسخن والجبنة سايحة وما ينشفش معاكم. على الشبكة طبعا زي ما احنا متعودين، يدوب لمدة 10 دقايق، بشغل النار من تحت بس، 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وهيخرج معاكم الفطير لونه حلو وأحمر ومورق بالشكل ده، والريحة موصفلكوش جمالها عامل ازاي. خرجوهم بعد كده وقطعوهم زي ما تحبوا. دي اللي بالفراخ، شايفين جمال اللون من فوق ومن تحت، بجد من احلى من اي فطاطري ممكن تجيبوا منه فطير سخن وريحته تجنن. واستخدمنا فيه كل بواقي التلاجة، و3 كوبايات دي عملنا فطيرتين بالحجم ده طعمهم خطير. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفات بتاعت النهارده وتقولوا لي رايكم، وتعملوها ان شاء الله في غدا بقى او في عشاء. واستنوا مني وصفات جاية كتيرة كالعادة، سهلة ولذيذة وبمنتهى البساطة والسهولة. كنت معاكم أنا فاتن عوض، أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، والسلام عليكم.